طبعا لعيب كويس جدا، انا متفق مع ضياء، طبعا لعيب كويس، لعيب هايل ما شاء الله. واعتقد النهارده الفرصه هتبقى مش فرصه اثبات حاجه غير هو بس، يعني انا موجود وكنت محتاج فرصه. بس هي مشكله الانديه دايما حته الزحمه في الاماكن دي، خصوصا في الاماكن تحت راس الحرب. عندك ناس كتير جدا والناس كلها موفقه جدا، والناس كلها في دايما حرب بينها وبين نفسها وبينها وبين الزميل عشان يبقى ليه مكان. فدي مش دي حاجه كويسه، لكن هو حته الزحمه دي لا، انا لعيب كويس لكن هو مفيش وقت. الوقت مفيش مكان، لكن جايز بعد كده ان شاء الله بعد الاعاره يرجع، واكيد النادي الاهلي هيستفاد منه زي ما حصل مع كريم نيدفيد بالظبط كده. هو كريم بيحصل مع الشيخ، بيحصل مع الشيخ، راح ورجع واعاره وكده، اثبت نفسه واضح يعني. محمد حمدي زكي الوحيد اللي ما شارك، الشيخ شارك، محمد حمدي الوحيد اللي ما انا معاك، ما انا بقول، لكن هو هيشارك النهارده، هو هيشارك النهارده، وانا متاكد ان هو لعيب كويس. دايما بشوفه حتى في التمرين، وده كان معاه في المنتخب، انا عارف ان هو لعيب كويس. يعني ميدو جابر خد الفرصه ومحمد حمدي زكي ما خدش الفرصه عشان ميدو انت جايبه السنه دي وعايزه يبدا وعايز يتشاف، انت فاهمني؟ بقول لك هي المشكله محمد حمدي ممكن هو يكون ميدو هنبدله مع الشيخ في يناير، مش عارف. لا حبيبي يا لول. اللي قدامنا والتشكيله اللي بادئ بيها الكابتن حسام البدري اللي عامل موسم طيب جدا مع النادي الاهلي لغايه دلوقتي. لحراسه المرمى محمد الشناوي اللي بيشارك النهارده في ثاني لقاء مع النادي الاهلي لحراسه المرمى. 4 في خط الظهر رامي ربيعه، محمد نجيب، 2 مساكين على اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول، في وسط الملعب حسام عاشور واكرم توفيق، ثلاثي امامي قدامهم محمد حمدي زكي، مؤمن زكريا، صالح جمعه، ومهاجم وحيد عمرو جمال. في المقابل الالومنيوم نجا حمادي احد فرق الصعيد بيلعب النهارده في استاد السلام امام النادي الاهلي، وبادئ الكابتن عصام مرعي المدير الفني النهارده اللي في اول لقاء ليه بيواجه النادي الاهلي في كاس مصر بيسبق لحظات ويبدا حكم اللقاء محمد صابر بدايه مباراه الاهلي والالومنيوم في دور ال 32. ولما تقف الكره نتكلم مع حضراتكم على اللقاءات اللي اتلعبت خلال لقاءات امبارح والنهارده. هنشوف مباراه الكاس طبعا يعني 80 يعني الاهلي هو يتصدر طبعا الالقاب كلها في الكاس، 35 لقب، يجي بعديه الزمالك 25، ترسانة 6 مرات، والاتحاد السكندري 6 مرات. فاول مصلحه النادي الاهلي يلعب علي معلول، واقف كمان صالح جمعه، رغم ان في مساحه هنا ناحيه اليمين ممكن اي حد يتحرك فيها، مساحه كبيره جدا، اي واحد يروح يتحرك في الحته دي تسبب خطوره للالومنيوم. علي معلول حطها وحشه قوي، لكن يطلع خط الظهر، كره عاليه جوه ال 18، يطلع مره ثانيه خط ظهر الالومنيوم، تطلع رمي التماس. 5 مشاركات ثانيه. رقم 4 محمود المنشاوي، يضغط النادي الاهلي، صالح جمعه طالع له مؤمن زكريا ناحيه شمال، مؤمن هيلعبها له ولا ايه؟ صالح حطها لمؤمن مره ثانيه، العرضيه يا راجل لسه هتسند مره ثانيه. محمد حمدي، عمرو جمال تسديده، وممكن هدف اول لعمرو جمال، تسديده احد ابناء الالومنيوم فتره من الفترات. عمرو جمال بيحرز هدف اول في الدقيقه 14، هدف اول عمرو جمال، اتعملت حلوه من البدايه، مؤمن زكريا وصالح جمعه، وعمرو جمال بيجيب اول اهدافه مع النادي الاهلي من بدايه الموسم في الدقيقه 14. يتقدم النادي الاهلي، ضغط من البدايه من النادي الاهلي، ما شفناش فرقه الالومنيوم من البدايه راحوا كده لغايه ال 18 بتاع النادي الاهلي. ادي هنا موه كويس جدا وتسديده، وحارس المرمى خطا من حارس المرمى احمد حسن، بتروح في الزاويه الضيقه. هنا التمويهه دي رقص الناس كلها وحط وش رجله قويه جدا وتدخل في المرمى. هدف اول لمصلحه النادي الاهلي بعد 14 دقيقه من موجود ناحيه الشمال هو علي معلول، وبيتحرك بقى كمان في نص الملعب صالح جمعه. مره ثانيه محمد حمدي يلعب بينيه مره ثانيه، 1 2 حلوه لسه فيها خطوره، تترد مره ثانيه، عمرو لسه ممكن يلعب لكن يطلع مره ثانيه خارج حدود ال 18 لصالح جمعه. من بدري بيضيعوا فرص سهله جدا. علي معلول في وسط الملعب، فاتح له ناحيه الشمال، مؤمن جوه ال 18، هيلعب عرضيه ولا هيرقص؟ مؤمن 1 ضد 1، تسديده وهدف ثاني وللمره الثانيه حارس المرمى احمد حسن تروح في الزاويه الضيقه عشان يبقى هدف ثاني لمؤمن زكريا، يحرز هدف في الدقيقه 23. ضاغط النادي الاهلي وهدفين، وزي ما قلت لحضراتكم مهم جدا لاي فرقه بتلاعب فرقه اصغر شويه، لازم يهتم ولازم يجيب جول والثاني والثالث بدري عشان يريح اللعيبه او اللعيبه تستريح. ادي التسديده في الزاويه الضيقه، وهدفين من حارس المرمى، كورتين في زاويته اللي كان واقف فيها حارس المرمى احمد حسن. ادي الراجل هنا وتسديده رايحت في الزاويه الضيقه على يمين الحارس عشان يبقى هدف ثاني لمؤمن زكريا، ويبقى الهدف يلعبها في نص الملعب رامي ربيعه، رامي يلعبها اماميه طويله،
يحطها حلوه ناحيه اليمين لمحمد هاني اللي اتحرك كويس قوي. هاني العرضيه، السلام يا ولد يا لعيب، حلوه الاستلام، حلوه يا ولد، حلوه 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 يا جمال. كان جنبه كمان مؤمن زكريا هنا بيتكلم معاه طم مرعي وحماده المنشاوي رحمه الله عليه اللي طلعوا ناشئين مميزين جدا. مره ثانيه ناحيه اليمين محمد حمدي زكي، مشيت معاه الكره، الراجل الزحلق، عرضيه على القائم الاول، لا لكن تعدي ولسه فيها خطوره، ما فيهاش اي فاول، لكن الراجل هنا خارج حدود ال 18. يطلع عبد المجيد ياسين يحطها اماميه ناحيه الشمال. هنشوف حكم اللقاء. ضغط من حسام عاشور، عايز يكمل محمود شرويده لكن تخبط وتروح لحسام عاشور مره ثانيه، تغير اتجاهها، يوصل في نص الملعب، وش رجله الخارجي لرقم 12 مصطفى شعبان، عايز يفكر في التسديد. تسديده اول كره يبقى فيها تسديده على المرمى بعد 40 دقيقه فريق الالومنيوم. يعني امكانيات قليله برضه فنيه شويه، لكن ده وضع طبيعي. شوف هيتصرف فيها ازاي. محمود نجاح يلعبها جوه ال 18، تخبط في خط الظهر وترد في وسط الملعب، كده فيها خطوره على حدود خط 18. صالح، يا سلام يا ولد يا لعيب، حطها ناحيه شمال، ممكن مره ثانيه العرضيه لكن لسه مره ثانيه، لكن بترد خارج ال 18 فريق الالومنيوم، حطوها ناحيه شمال. العرضيه اتعملت من عمرو جمال. حسيني سمير، دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع. محمد نجيب يعني كان لازم يقف على الكرة يستنى زمايله لما يقول، لكن تتقطع الكرة تروح لرامي ربيعة. النادي الاهلي متقدم بهدفين، عمرو جمال في الدقيقة 14، مؤمن زكريا في الدقيقة 23. صافرة حكم اللقاء محمد صابر. 2 النادي الاهلي لا شيء الالومنيوم. استراحة قصيرة معلقكم مؤمن عبد الغفار. نروح لزميلي الاعلامي تامر صقر نجوم مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي استاد النيل، مشاهدي نايل سبورت، احييكم مره ثانيه واحداث الشوط الثاني ولقاء الاهلي والالومنيوم في دور ال 32 في مسابقه كاس مصر. الشوط الاول كان تقدم النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء فريق الالومنيوم. كان تقدم عمرو جمال في الدقيقه 14 ومؤمن زكريا في ملعب الالومنيوم في اول 5-6 دقائق. تمريرات مش مظبوطه من الفريقين. ادي صالح جمعه يحطها اماميه ناحيه شمال، انطلاقه المؤمن، مؤمن 1 ضد 1، ممكن يلعب العرضيه، حطها على القائم البعيد، يا ولد الارتقاء والعرضيه حلوه. مؤمن زكريا عرضيه نموذجيه لعمرو جمال اللي بيعمل الارتقاء ويحطها بدماغه على يمين الحارس عشان يبقى الهدف الثالث عمرو جمال، والهدف الثاني ليه النهارده في الدقيقه 51. عمرو جمال في الدقيقه 51. يا سلام على العرضيه، حاططها بدماغه على يمين الحارس لوحده طبعا، والراجل الظهير الايسر كان متاخر كتير جدا. محمود نجاح الظهير الايسر لفريق الالومنيوم، ادي الراجل لوحده تماما بدون اي رقابه بيحطها على يمين الحارس 38. وبينزل النجم الكبير عماد متعب، بقاله فتره كده غايب عن صفوف النادي الاهلي. يطلع اكرم توفيق وينزل عماد متعب في الدقيقه 55 على حساب اكرم توفيق. قال لك بقى عنده انذار، ممكن الراجل ياخد انذار تاني في اي وقت لان تدخلاته قويه جدا في وسط الملعب. قال لك اطلعه بقى ويبقى موجود عماد متعب كابتن النادي الاهلي. اديله الشاره عمرو جمال، تسديده من مسافه بعيده، نجم منتخبنا طبعا ونجم النادي الاهلي مفيش كلام عماد متعب. حسيني سمير يسندها خارج حدود 18، عرضيه وحشه، طلع خط الظهر تروح ناحيه اليمين. محمد حمدي اماميه، محمد حمدي يحطها ناحيه اليمين لمحمد هاني اللي بيغير لعب. حلوه يا ولد يا لعيب، حلوه. مؤمن 1 ضد 1، ممكن يعملها الاوفرلاب يا راجل، مش ممكن، عملت حاجه وحشه. معلول ومؤمن زكريا، هنشوف هيلعبها ازاي. علي معلول يحطها معلول لكن بتخبط في الحيطه وتغير اتجاهها، ترد الناحيه الثانيه. قرب كده، كان هل بقى فيها تسلل ولا فيها لمسه يد؟ هنشوف. المساعد صالح جمعه، تمريره، استلم كويس قوي محمد حمدي زكي، عماد متعب هوبا، والهدف الرابع المتألق عماد متعب. فتره من الفترات في اخر 10 مواسم يعني نجم منتخبنا عماد متعب، نجم كبير يا جماعه، اتحرك كويس يعني بحاسه الهداف، وادي حب اللعيبه ليه
كل اللعيبه البدلاء الناس كلها نزلوا، حتى الناس اللي ممكن تلاقي مثلا اللعيبه الصغيره اللي ورا الجون يروحوا يبوسوا هدينا. جت الكاميرا على كابتن حسام البدري، وهدف رابع لعماد متعب في الدقيقه 65. الراجل بمنتهى الهدوء بيرقص حارس المرمى، ما استعجلش ويحطها في الجول الفاضي تماما. سلام يا ولد، خبره كبيره عماد متعب، ما فيش كلام. عماد متعب افضل من كده. ادي الحسيني سمير بقول لحضراتكم لعيب كويس، لكن في نهائي الهجمه يا سلام يا ولد، عدى حلوه حلوه، واول تسديده فيها خطوره في الدقيقه 77. الراجل بيراوغ وعدى من خط ظهر النادي الاهلي، وتسديده بالقدم اليسرى تروح للشناوي. السلام على الترقيصه حلوه يا ولد. ميدو رقص 2 لعيبه، بيموه وعدى وطالع له علي معلول، هيستنى شويه لغايه ما الراجل يكمل. عدى عمل اوفرلاب، ميدو ممكن يسدد على حدود خط 18، يلعبها محمد حمدي، تسديده لكن يطلعها هنا الحارس ركنيه. اللي بيقودها دلوقتي الكابتن مجدي طلبه نجم الاهلي والزمالك السابق. ادي مره ثانيه عماد متعب، تعدي عماد، ممكن والهدف الخامس عماد متعب الهداف عماد متعب بيحرز هدف خامس في الدقيقه 86. عماد متعب هدف ثاني، عماد متعب في الدقيقه 86. عملت تمريره وخط الظهر هنا الراجل بيقلش، مش ممكن، اخطاء قاتله من خط الظهر، تعدي وبيحطها في المقص الشمال. يا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد يا عماد يا متعب، حطها بمنتهى الهدوء وحاططها في المقص الشمال على شمال الحارس احمد حسن، عشان يبقى هدف خامس للنادي الاهلي. هدفين عماد متعب، هدفين عمرو جمال، وهدف وحيد لمؤمن زكريا. حطها في الزاويه البعيده، حطها حلوه وبكل هدوء وثقه، وبيبوس الدبله بقى هنا عماد متعب اهداء كده لزوجته. مرة تانية، وادي مش ممكن. الهدف الثالث أخطاء من خط الظهر، مش ممكن. هدف في أقل من دقيقة عماد متعب وهاتريك عماد متعب. يعني بيضحك هنا مؤمن زكريا ومحمد حمدي زكي. عماد متعب وهاتريك في الدقيقة 87، دقيقة 86. يعني الهدف يعني إيه في أقل من دقيقة هدفين. وادي هنا حكم اللقاء محمد صابر. 3 أهداف لعماد متعب في الشوط الثاني لعماد متعب في الدقيقة 65 والدقيقة 86 هدفين. ادي مرة ثانية اخطاء حارس المرمى وخط ظهر الألمونيوم، خطأين في أقل من دقيقة. ادي الراجل هنا يعني يا سلام، مؤمن كمان راوغه، يعني هو التمويهة اللي عملها دي الراجل راح على مؤمن زكريا، تقيسة كده يعني تمويهة حلوة من مؤمن، لكن هدف السادس للنادي الأهلي. اخطاء طبعا، تعب اللي موجود دلوقتي على فرقة الألمونيوم في نهاية المباراة، جهد بدني كبير طبعا بيواجهه النادي الاهلي. زكي كان عايز فاول. رقم 22 حسام البدري، حطها في نص الملعب. ادي رقم 12 مصطفى شعبان، يحطها ناحيه شمال للحسيني سمير. مصطفى شعبان لاعب الارتكاز اللي في وسط الملعب. عماد عبد الحميد يراوغ ويعدي من عماد متعب، يحطها الناحيه الثانيه ناحيه اليمين. محمود شرويده، تمريرات في الدقيقة الثانية. خلاص يعني حكم اللقاء محمد صابر يبدأ يلعب بقى في الدقيقة الثالثة، يدى فاول لمصلحة الألمونيوم. ادي رقم 20 عبد المجيد ياسين لاعب الارتكاز اللي في وسط الملعب. يلعبها رقم 8 احمد علي او احمد عبد العظيم علي. دخلنا في الدقيقة الثالثة. احمد عبد العظيم عالية، كرة تعدي الناحية الثانية. هنشوف محمد صابر، بالفعل حكم اللقاء محمد صابر بيطلق صافرة نهاية المباراة بفوز النادي الاهلي 6 أهداف مقابل لا شيء الألمونيوم، عشان يواجه الفائز من مباراة الجونة و